ديالكم غيبقى تابعكم هي المريقيه الى يوم الدين، والله ما غنسكتوا لكم، والنقابه ديالنا اللي ما تدويش على هذا الشيء راه خصها هي تنوض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم جيدة يا رب وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا بلا شك أنكم عرفتوا الموضوع شنو هو. هنا معنا الفنان طارق البخاري اللي خرج بواحد الفيديو طالع ليه الدم وكيغوت وكيدين العمل اللي قامت به لجنة تنظيم المهرجانات بمدينة السعيدية من بعد ما قدمت دعوة لواحد الفنان، واحد الكوميدي اللي هو كوميدي عبد القادر السيكتور، اللي هو كوميدي جزائري، و يعني قدموا ليه الدعوة باش يحضر المهرجان ديال السعيدية. وهنا غنخليكم مع الفيديو ديال طارق البخاري اللي غادي يشرح فيه وغادي يقول السبب اللي خلاه انه كيرفض الحضور ديال هذا الكوميدي هذا بالمغرب وخصوصا بمدينة السعيدية. جيبينو اسيدي لواحد البلاصه باقي الناس القدام حرقتهم، وباقي واحد السيد لعاب ديال الكره يلا قتلوه تما بالرصاص ديال الغدر الشهيد اللي باقي الجثه ديالو ما دفنتش في بلادو، غاديين به للسعيديه باش يضحك الناس ديال السعيديه. انا الا كانوا رجال يديو هذا اللي كيقول لك خاوه خاوه وهذا الشيء، الا كان راجل يلعب في العيون، الا كان راجل يلعب في الداخله ما يقدرش يلبس. انا نبوس ليه راسي ولا نلعب في تماي واخا ما يضحكنيش ندير راسي ضحكت. الا كان راجل هادو اللي معيطين ليه على الاقل يجيبوا الدحميس سبونسور ما يقولش لهم لا، ويدير الخريطه المغرب في لافيش ديالو كامله. الحس الكاب راكم طيحتوا علينا البق، راه الدم ديال المغربي راه ما رخيش، رخصتوا دم داك السيد رخصتوه. والله تعار عار عليكم، العار ديالكم غيبقى تابعكم هي المريقيه الى يوم الدين، والله ما غنسكتوا لكم، والنقابه ديالنا اللي ما تدويش على هذا الشيء راه خصها هي تنوض. راه في مصر ما ديرش هادو، والله لا درتيها بالله وخطير، ولكن حنايا مترع الباب اللي جاي يدخل. وكيف ما سمعتوا هذا هو الموضوع اللي حكى عليه الاخ طارق البخاري. كنتمنى تخلوا لي الاراء ديالكم حتى نتوما بخصوص الموضوع، واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي كنتمنى انه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل دائما بالجديد ديالي، وما تبخلوش على بواحد لايك فضلا وليس امرا باش الفيديو يطلع ويوصل لعدد كبير من المتابعين. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله يا رب.